إلى ليلة أخرى من ليالي الفن الراقي والملتزم، لكن هذه المرة في العاصمة ومع واحدة من أهم الأسماء في العالم العربي. صاحبة الأغاني الخالدة ماجدة الرومي التي أحيت حفلا بالقاعة البيضاوية كان إثباتا آخرا أن الأصالة لها دائما وجود في زمن الرداء الفنية والحروب السياسية. شامخة كأرز لبنان، خالدة بأغانيها، ماجدة بإحساسها وبصوتها الذي تركع له كل مشاعر الدنيا. ماجدة الرومي بينها وبين هذا الجمهور الجزائري علاقة حب ووفاء. معكم نحتفل بالجزائر، السيادة والاستقلال والسلام بتستاهلوه. ومعكم نحتفل بواحد من أجمل إنجازات العمر، انتو بلد المليون ونص مليون شهيد. وانتو بقلبي هدية، وانتو بقلبي نعمة، وفرحي فيكن مش قليل، فرحي عظيم بهالسلام يلي انتو جبتوه غصب عنه، انتو بتستحقوا. عيناك ليال صيفية، أحبك جدا، اعتزلت الغرام، جعلت كل الكلمات ليست كلمات عادية بل تجلي للفن الحقيقي الذي صنع تفرد هذه السيدة التي وإن اختارت الابتعاد على طريقة الكبار إلا أنها تكون حاضرة كلما نادتها الجزائر. الحفل كان ناجح بدليل التفاعل الكبير للجمهور والكلمات الطيبة من ماجدة بينت أننا نملك جمهور عظيم متفاعل ذواق، وهي أدت بتألق كبير. ماجدة الرومي واستحقت من جديد محبة الجمهور الجزائري، فهي دائما نلتقي معها في ظروف خارقة للعادة. فبالأمس كانت إلى جوار الشعب الجزائري في مقاومة الجزائر للإرهاب، واليوم جاءت للجزائر لتشارك معنا فرحتنا بنجاح قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وبالنجاحات الأخرى التي حققها الشعب الجزائري. من قال أن الفن الملتزم والراقي فقد بريقه إن كانت حفلات ماجدة الرومي بهذا الزخم والرقي. اليوم كان في شيء جدا مختلف من ناحية التفاعل الجمهور وتفاعل الأوركسترا معه. ماجدة الرومي عملاقة، سي توت اون إستوار. يقال أن الفن رسالة، لكن الرسالة لا يوصلها إلا فنا خالدا واسما سيبقى شامخا إلى الأبد بأعمال يصعب أن يمحوها الزمن، خصوصا إذا كانت من توقيع ماجدة الرومي.